داليا. بابا خضتني. اصل ما كنتش عايز حد يشوفني، عشان كده استنيتك هنا. عايز ايه؟ انا كنت جاي اطمن عليك واطمن على امك وتطلب فلوس؟ غصب عني يا بنتي. اخر مشروع دخلت فيه خسرت كل فلوسي والديانه. بابا بلاش الكلام ده معايا. انا عارفه كويس قوي بتعمل ايه بالفلوس دي. انا بتضايق قوي لما بشوفك، عشان مش عايزه اشوفك كده. بابا لو سمحت تعالج وسيبك من الزباله اللي انت عايش معاها دي، وانا هقنع ماما، انا هقول لها نرجع زي الاول. بس ما تكسفنيش زي المره اللي فاتت. حاضر. مش معايا غير دول. نورت بيتك ومطرحك اخويا. ما كنتش مصدق انك انت هتجيبني بنفسك لحد هنا. ليه بتقول كده يا كبير؟ ده حتى القصر قصرك يا رحيم. لما انت عارف كده خرجت اهلي منه ليه؟ انا قلت لك يا رحيم، انت في حاجات كتير ما تعرفهاش. يرضيك يعني؟ يرضيك اخوك يمد ايده عليا قدام عيالي ومراتي؟ يرضيك يا رحيم؟ طب وليه خليت رحاب تنقل القصر باسمك؟ هي اللي طلبت اخويا، حتى اسالها. احنا خفنا يعني بعد ما اتقبض عليك يحجزوا على ممتلكات عيلتك كمان. بتشوف امينه؟ امينه؟ امينه مش فيهاش ليا سنين. ساعة ما اتجوزت اخوها ما اعرفش عنها اي حاجه. نورت يا رحيم. اتفضل يا كبير، مكانك ومطرحك. ارحاب. ايوه يا سيد، في ايه؟ تعالي شوفي مين عندنا النهارده. مين يا اخوي؟ رحيم وحشتني، وحشتني قوي يا اخويا، وحشتني. ازيك يا رحاب؟ تأخرتي كده ليه يا روحي؟ شغل. ولا يهم. ايه رأيك في العشاء؟ حضرتهولك بنفسي. تعالى حبيبي، عاوزاك في موضوع مهم. خير. اتفضلي يا روحي. مالك في ايه؟ انا عايزه اتطلق. ايه؟ زي ما سمعت كده بالظبط. ايه رأيك في الهدية اللي انا جايبها دي؟ حلو. نتعشى وتطلقني.